السلام عليكم متابعين قناة حب رمان. اليوم رجعت لكم مع وصفة جديدة وهي ريزو الدجاج. إن شاء الله تجربوه وتعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين وتفعيل الجرس واللايك. المقادير راح أترك لكم إياها بصندوق الوصف، وإن شاء الله تجربون هذه الوصفة. وراح نبدي بالخطوات الأولى، وهي عندنا هنا صدر دجاج. صدر دجاج يعني دجاجة كاملة مثل ما جاي تشوفون. تقريبا كيلو، أكثر من كيلو. الحجم مالتها نقطعها بهذا الطريقة، بهذا الشكل. وإذا تريدون تصغروها أو تقطعوها قطع صغيرة، احنا بعدين راح نقطعها قطع صغيرة ورا ما تستوي. فيا أما تريدون من البداية تقطعوها بهذا الشكل وبعدين من تستوي تقطعوها صغيرة، أو من البداية تقطعوها. فهنا راح نخلي الطحين عندنا تقريبا 3 أكواب طحين أنا خليت. وبالنسبة للمقادير مثل ما كل مرة أقول، حسب الكمية اللي تريدون تطبخوها. فإذا عندكم كمية أكبر راح تزيدون هذه المقادير. هسه هنا خلينا خاشوقة مال نشا، وهنا فلفل أسود تقريبا ملعقة كوب. هنا بهارات دجاج عندنا ملعقة كوب، وهنا عندنا بودرة الثوم، وإذا عندكم بودرة البصل هم خلوا. وهنا عندنا الملح، خاشوقة مال الأكل، وهنا عندنا الزنجبيل. فهنا عندنا الكركم أقل شيء. ونبدي نخلط المكونات مع اللي هي الطحين والنشا والبهارات والملح. هنا هذه الكمية اللي سويناها مثل ما راح تشوفون، راح أقسمها، راح أخذ من عندها تقريبا ثلث الكمية، راح أخذ من عندها وبقي ثلثين. هذا الثلث اللي أخذته راح تشوفون هسه شنو راح أسوي بيه. هنا راح أخلي عليه المي مالتنا، ويا أما تستخدمون مي غاز إذا يعجبكم، أو تستخدمون مي عادي وتخلون عليه بيكنج باودر. حتى هنا العجينة مالتنا بعدين من تنطبخ راح نغطس بيها الدجاج ونطبخها، ما تكون يعني القوام مالت العجين هذا ما راح يكون متيبس، راح يكون مقرمش وطيب. فهنا راح نخلي قطع الدجاج اللي قطعناها ونخليها بيه. يا اما تقدرون هاي الخطوة تسووها قبل يوم وتتركوها بالثلاجة، أو إذا مستعجلين تقدرون تسووها بنفس اليوم. يعني أنا هسه سويتها وراح أتركها على جهة إلى أن أخلص الشغلات الثانية، أو تقدرون مباشرة تشتغلون بيها. فهنا أنا راح أبدي أخلي زبد وطحين، تقريبا ملعقة زبد وملعقة طحين خليتهم على النار. راح أسوي مثل صلصة البشاميل، أو هي أصلا يعني صلصة البشاميل راح أسويها، وأخلي عليها حليب. بس أني ما محتاجتها صلصة البشاميل، محتاجة أن أسوي هنا عندي صلصة الجبن. فهنا راح أخلي له ملح، وراح أخلي له جبنة الشدر. هنا راح أراويكم، هاي عندنا جبنة الكرافت، عندهم جبنة الشدر وهذه نوعية ثانية. فأني راح أستخدم هذه النوعية الثانية اللي هي شرائح، وأخلي بالبداية 4 شرائح، بعدين حسيتها محتاجة فضفت لها شريحة خامسة وصار عندي 5 شرائح. خليت هذه الكمية اللي هي ملعقة زبد وملعقة طحين وكوب حليب تقريبا، وهذه 5 شرائح للجبن والملح، وصارت عندنا صلصة الجبن مثل ما جاي تشوفوها. طبعا طعمها كلش طيب وعجبهم الأولاد بالبيت. هنا أنا راح أخلي زيت على مود أقلي، أبدي أقلي الدجاج. طبعا هي تقريبا مثل طريقة الكنتاكي بالضبط، أنا هم مسويتها قبل. فهنا أنا أبدي أغطس الدجاج، وبعدين مثل ما شفتوا شلون حركته مثل يعني تصير بيه مثل الحبيبات العفو مالت الطحين. فهنا أنا أبدي أغطسه وأحركه من جميع الجوانب، وأبدي أنزلها بالزيت. ومثل ما جاي تشوفون إذا القطع كبيرة أبدي أني شوية يعني مثل أثقبها بالشوكة حتى تسرع عملية الدجاج. هنا أنا بالبداية الزيت يكون حامي وأدخلهم، وبعدين أنص الزيت على نار هادئة، أتركه إلى أن يستوي وأقلبه
يعني أخليه ياخذ راحته، لأن ما يصير يعني إذا أدخله بزيت حامي وأخليه على نار عالية راح يستوي أو يحترق عندي من برا أو ما راح يستوي من الداخل. مثل ما تشوفون صار أخذ هذا اللون العفو هذا اللون الذهبي، واستوى عندنا من الداخل ومن الخارج، وهذا اللون الحلو. مثل ما تشوفون هاي حبيبات الطحين أو العجين من خليناه بالطحين وبالخلطة مالتنا شلون أخذ هذا الشكل. وطبعا كلش طيب، يقدرون ياكلوا أولادكم بهذه الطريقة بدون يعني الريزو، لأن هي مثل طريقة الكنتاكي، أو تقدرون تسووها مثل ما هذه الطريقة اللي راح نسويها ريزو دجاج. هنا أنا على جهة أنا منقعة التمن وغاسلته، وهنا أنا راح أخلي قدر بزيت وأخلي تقريبا راسين بصل كبيرة أو 4 صغار، ومثل ما قلت حسب كمية التمن. إذا عندكم كمية تمن أكثر، أنا عندي تقريبا 3 قلاصات ونص، يعني تقريبا 700 غرام تمن. فهنا أنا خليت البصل وحمسته إلى أن صار أشقر، وبعدين خليت عليه الكركم وفلفل أسود وبهارات دجاج، وأبدي أحركها وأحمس بيها إلى أن تشوفون مثل ما هذا صار شكله، يعني قبل ما يحترق ويتغير لونه بس يشقر عندنا اللون. فنضيف عليه التمن ونبدي نحركه ونخلي له الملح، كمية الملح حسب ما تريدون. وبعدين أنا عندي مي غالي على جهة مفورته بالغلاية، وانزل المي. كمية المي مثل ما تعرفون شوية ترتفع عن كمية التمن، وأتركه بالبداية على نار عالية إلى أن يغلي وينشف المي مالته. راح أتركه وأغطيه تقريبا 5 دقائق إلى 10 إلى أن يفور المي وينشف. هنا أنا مثل ما تشوفون شفته بعد بيه مي بعد ما كله ناشف، فراح أرجع أغطيه وأتركه 20 دقيقة إلى أن يتهدر ويستوى عندنا. راح أنزل النار هسه وأتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. هنا أنا وراء 20 دقيقة مثل ما تشوفون شلون تهدر وصار يعني شكله حلو. وطبعا يعني هو بس ببصل وكركم وبهارات قليلة بسيطة، بس طعمها كلش طيب. إن شاء الله تجربوه وتعجبكم. هنا أنا راح أبدي أسوي الصوصات اللي هي المايونيز نخلي والكاتشب. طبعا الصوصات بكيفكم اللي تحبوها. أنا هذا الوصفة كلناها بالعراق من سافرنا وعجبتنا كلش، فحبيت أسوي لكم إياها. هنا أنا المايونيز والكاتشب، وهنا أنا خليت صلصة حارة إذا يعجبكم، والعسل، وبعد راح أخلي له الملح ونخلطه. وهذه تعتبر أول صلصة خلصت عندنا. مثل ما قلت الكميات تقدرون تكثرون وتقللون باللي يعجبكم، يعني إذا تريدون تكثرون هالكمية تقدرون تضاعفون المقادير. هاي أول صلصة خلصت عندنا. بعدين نسوي صلصة الخردل. هنا أنا نخلي خردل، وبعدين راح نخلي الكاتشب، ونخلي أيضا ملح، والعسل أيضا أخلي له. طبعا العسل يعطي طعم هيجي على حلا شوية، بس الكمية اللي خليتها قليلة فما راح تأثر بهواية. هاي خلصت عندنا الخردل. فهنا أنا عندنا صلصة اللبن أو صلصة النعناع، هذه أيضا كناها بالعراق عشان طعمها كلش طيب. وأني كتبت لكم هاي المقادير موجودة مثل ما جاي تشوفوها: حامض، ملح، كمون. وراح أبدي أخلطه بالخلاط. أنصحكم أنه نص الكمية اللبن تخلوه بالبداية والنص الثاني تخلوه بالنهاية، لأن هنا مثل ما تشوفوها صارت خفيفة. فهنا ورا ما استوى عندنا التمن وراح نبدأ نقدمه. طبعا التقديم مثل ما يعجبكم شلون ما تريدون تقدموه. أنا قدمت لأولادي كل واحد الصحن مالته، أو حتى يخلي يعني نوع الصلصة اللي يحبها، كل واحد حسب ذوقه، لأن مو كلهم يشابهون بالأذواق، فكل واحد يخلي الصوص اللي يريده هو. فهاي الصلصات مالتنا، وهاي التمن هيجي قدمنا. وبعدين راح تشوفون شلون راح أقطع الدجاج عندنا.
الأحجام كيفكم، تريدون تقطعوا أحجام كبيرة أو صغيرة. أني قطعته بهذا الحجم وراح أخليه على الوجه وأخلي بعدين عليه الصلصات. طبعا هذه الأكلة أكلناها مثل ما قلت بالعراق كلش طيبة وعجبتنا كلش هواية، ويعني صدق أني ما شايفتها هنا، ما ماكلتها هنا، فحبيت أسويها لأولادي لأن عجبتهم وشفتها طريقتها يعني كلش سهلة، ما يراد لها شي. وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين وتفعيل الجرس واللايك. مثل ما تشوفون خليت لهم كل واحد حسب ما يريد الصلصة اللي تعجبه واللي يحبها، وقدمتها بهذا الشكل. أنصحكم أن تجربوها، كلش طيبة، راح تعجبكم وتعجب أولادكم، وشي جديد وطيب، وإن شاء الله تجربوها. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. إلى أن نلتقي مع وصفة جديدة من قناة حب رمان، في أمان الله.